بيبدأ فيلمنا في معمل لتصنيع المخدرات والمواد الكيميائية اللي محظور التعامل فيها، بس الشرطة كان عندها علم بالمكان ده اللي وصلت في الحال وابتدت تراقب المكان وبدأت الهجوم عليهم، بس المجرمين كانوا مسلحين وابتدوا يدافعوا عن نفسهم. وقامت ما بين المجرمين والشرطة معركة قوية جدا، بس الفرقة دي كانت قوية وقدرت انها تسيطر على المكان، وكمان خلصوا على كل المجرمين اللي موجودين وما تبقاش غير 2. واحد الضابط جيمس بيتكلم معاه وبيقنعه يسلم نفسه علشان ما يتبهدلش زي زمايله، وبيقتنع المجرم، بس بيجي التاني فجأة وبيضرب نار على جيمس وبينتهز المجرم التاني الفرصة وبيهجم على جيمس هو كمان، بس الضابط كان سندال وقدر انه يقتل اللي ضرب عليه نار، ومسك التاني اداله علقة محترمة جدا وكان هيموته لولا تدخل باقي الفرقة، وقالوا له اهدى كده وصلى على النبي احنا عاوزينه حي، وكمان قال له تعالى كده عاوز اوريك حاجة. وبيتصدم جيمس لما بيشوف المنظر اللي قدامه، لما بيلاقي 3 بنات مقتولين بوحشية وبيكون جيمس هو اللي قتلهم من غير ما يقصد لما كان بيضرب نار على المجرم، وده اللي خلى جيمس يدخل في صدمة قوية جدا وحالته النفسية بقت وحشة بسبب اللي هو عمله. بنروح بعد كده لبنات جيمس، الأولى اسمها جيني اللي بيكون معاها فستان واقفة قدام المراية، وبتدخل عليها أختها ناتالا اللي بتسألها عن الفستان الغالي ده اشتريته منين، فبتتوتر جيني كده شوية بس بتقول لها أنا أخدته من واحدة صاحبتي. بعدها بيوصل جيمس للبيت اللي بيكون باين عليه انه متأثر بسبب اللي حصل. بنروح بعد كده للسجن وبيبقى في مجموعة من المجرمين ناويين الشر ورايحين لواحد كده اسمه جوني علشان يعملوا معاه الغلط، بس جوني ده بيطلع صايع وبيعلم عليهم كلهم واحد ورا التاني، وبنعرف ان جوني ده كان حرامي ما شاء الله عليه وكان ميعاد خروجه من السجن النهارده. بنرجع لجيمس مرة تانية اللي كان قاعد يتعشى مع عيلته، بس جيمس كان في ملكوت تاني وبتلاحظ مراته انه متغير وبتبقى مستغربة من الحالة اللي هو فيها، بس بنتهم بتغير الموضوع وبتديلهم تذكرتين كده للرحله وبتقول لهم روحوا كده روقوا على حالكم وقضوا لكم يومين كده وغيروا فيهم جو. بس لما بيسالوها جبتي الفلوس بتاعت التذاكر دي منين، بتعرفهم ان في واحده صاحبتها كسبتهم في مسابقه بس هي مش فاضيه بسبب شغلها فاخدتهم منها من غير فلوس. بنرجع تاني لجوني اللي بيكون خرج من السجن واقف مستني اخوه واصحابه اللي بيوصلوا على طول وبيكونوا فرحانين جدا علشان بقالهم فتره كبيره ما شافوهوش. في العربية بيتكلم معاهم جوني وبيعرفهم انه عاوز يبقى شخص جديد وعاوز يبعد عن موضوع القتل والسرقة ده ويبقى انسان صالح ويبعد عن المشاكل دي كلها. فصاحبه بيقول له انت كده كده معاك اللي يساعدك تعمل كده، الفلوس الكتير اللي انت سرقتها من البنك هتعيشك مرتاح مدة طويلة. فجوني بيقول له انا عارف مكانها بس مش عاوز اورطكم معايا في مشاكل. ومن الكلام بنعرف انه شايل الفلوس في بيته القديم اللي هو بيت جيمس حاليا. وبنرجع بالزمن لما كان جوني بيخبي الفلوس في البيت اللي شال شوية تحت الخشب اللي في الأرض وشوية في الحيطة وشوية شالهم في الدولاب. بعدها بيدي لاصحابه خريطة بالبيت وبيعرفهم انه اهم حاجة في الموضوع ده كله الخاتم بتاع مراته، وبيأكد عليهم انه مش عاوز دم، وكمان بيأمرهم ان الموضوع يخلص بكل. في الوقت ده بقى بنعرف ان جيني لقت شنطة فلوس من بتوع جوني وعمالة تصرف منها، وكمان معرفتش حد بموضوع الشنطة دي، بس ناتالا بتدخل عليها فجأة وبتتفاجئ لما بتشوف شنطة الفلوس وكانت عاوزة تعرف اهلها الموضوع علشان الفلوس دي مش بتاعتهم، بس جيني بتقول لها انها ممكن تاخد من الفلوس اللي هي عاوزاها، وعرفت تقنعها انها ما تجيبش سيرة لاهلها عن اي حاجة. بنرجع لجوني اللي بيكون مع الفريق بتاعه وجاب واحد كمان كده اسمه دومينيك معروف عنه انه مهووس بموضوع السرقة والقتل، علشان كده اكد عليه انه مش عاوز دم في الموضوع وبيحذره من تعاطي المخدرات والبراشيم اللي بيبلبعها كل مرة قبل ما يدخل عملية. وبالليل بياخدوا بعضهم كده وبيروحوا للبيت بتاع جيمس، وبينزل دومينيك يلف حوالين البيت علشان يعرف مداخله ومخارجه وكمان في كام واحد في البيت. ولما بيركب العربية بيعرفهم ان البيت فيه 4، الأب والأم والبنتين. وبنرجع لجيمس اللي بدأ يجيله كوابيس وبيشوف البنات اللي قتلها وبيقوم ياخد سلاحه ويفضل يمشي وهو نايم، كل ده والعصابة كانت شايفاه وبيهجم عليهم بس وهو أصلا ما كانش حاسس بأي حاجة. ولما بيضرب نار بالمسدس كل اللي في البيت بيصحى من الصوت ومراته بتنزل وبتاخد منه المسدس بمنتهى الهدوء، وبيبقى متضايق جدا لانه كان ممكن يقتل حد من عيلته وهو نايم، بس مراته بتهديه وبتقوله انه لازم يتعالج بسبب الاضطراب النفسي اللي بيجي للواحد بعد الصدمة. وتاني يوم بيجي له صاحبه ستيان علشان يشوفه ويطمن عليه بعد اللي حصل اخر مرة، وبيحكي له عن اللي حصل امبارح وهو كمان بينصحه انه يروح يتعالج. وبيقتنع جيمس بالكلام وفعلا بيتواصل مع دكتورة نفسية اونلاين من البيت.
بنرجع لواحد من العصابة بتاعت جوني اللي بيدور على النت وبيلاقي إن جيمس ظابط تقيل من مكافحة المخدرات، وعلى طول بيتصل بجوني وبيعرفه إن الموضوع صعب لأن البيت بيملكه ضابط من الضباط التقيلة في مكافحة المخدرات. على طول جوني بيروح يقابل ضابط فاسد ومرتشي وبيعرفه عن الموضوع بتاع الفلوس وبيطلب منه الحماية مقابل 2% من المبلغ، بس الضابط طمع شوية وخلى النسبة 10%، بس بيوافق جوني وبكده بيكون انضم لهم للفريق بتاعهم. بنرجع لجيمس اللي كان بيتواصل مع الدكتورة اللي بتنصحه انه يروح يغير جو هو ومراته يومين لان ده هيحسن من حالته النفسية جدا، بس بيجيله ضابط وبيقول له انه مطلوب في التحقيق، وبيروح جيمس يقابل الضابط المرتشي اللي بيقول له انه عرف انه من ضباط المكافحة وسجله مليان بالإنجازات، بس بيديله ورقة باتهامه بخرق السلام بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة اللي بتجيله. بس جيمس ما كانش مقتنع بالفيلم اللي معمول عليه ده وبيقول له إن الورقة دي مش مختومة من القاضي، وبيعرف إن الضابط بيكذب عليه وبيزعقله جيمس وبيقول له لما تحب تقبض عليا كلم الجهات المسؤولة عني وما تضيعش وقتي مرة تانية، وبيسيبه وبيمشي. تاني يوم جيمس قرر إنه ياخد مراته ويسافروا يغيروا جو بره البيت، وفي نفس الوقت كانت العصابة واقفة مراقباهم، وبيتكلم دومينيك وبيقول للزعيم بتاعهم إن ده الوقت المناسب ويلا نهجم دلوقتي، بس الزعيم بيقول له اتك على الصبر شوية كده، افرض نسيوا حاجة يعني ورجعوا تاني علشان ياخدوها، علشان كده احنا هنستنى شوية ومش هنهجم دلوقتي. ولما بيجي الليل بنلاحظ إن دومينيك ابتدى يتوتر ويتعصب، وفي نفس الوقت جيني كانت بتحضر البيت علشان هتعمل حفلة وعزم أصحابها اللي كانوا خلاص وصلوا اصلا، بس ناتالا كالعاده كانت معترضه على تصرفاتها وبتطلع تستنى في اوضتها لحد ما الحفله تخلص، وكانت قاعده متعصبه من الصوت العالي وما كانتش عارفه تقعد ولا تنام حتى، فبتتعصب وبترمي المخده على الارض، بس بتقع الفازه وبتتكسر وبالصدفه الارض الخشب بتتحرك، ولما بتشوف اللي تحتها بتتفاجئ بصندوق مليان فلوس كتيرة جدا وبتلاقي معاه صورة وخاتم. على طول بتقعد على النت وبتبتدي تدور على اسم البنك اللي مكتوب على الفلوس، وبتعرف ان الفلوس دي تبع جوني، وكمان بتلاقي نفس الصورة بتاعة البنت والخاتم اللي لقيتهم في الصندوق. على طول بتاخد ناتالا الصندوق وبتخبيه جوه الكمبيوتر وبتنزل تقعد بره البيت وهي مش عارفة تتصرف ازاي، وبيجي لها ستيان صاحب ابوها اللي كان جاي علشان يطمن عليهم، بس بتاخده من ايده وبتقوله تعالى اوريك حاجة. كل ده والعصابة شايفة اللي بيحصل، وبتخرج له ناتالا الصندوق وبتحكي له على كل حاجة بالتفصيل من اولها، بس ستيان بيهديها وبيعرفها ان كل مشكلة وليها حل ومفيش داعي لحالة القلق اللي انت فيها دي. وبنرجع للعصابة وبتشوف دومينيك وهو بيبلبع 3-4 حبات كده من المخدرات اللي بياخدها وبيقول لهم يلا بينا هنهجم دلوقتي حالا. في الوقت ده ناتالا كانت عمالة تتصل على ابوها بس للأسف كان تليفونه مقفول، فبتبعت له رسالة صوتية وبتعرفه انها عاوزة تتكلم معاه في موضوع. وبنرجع للعصابة اللي ابتدت تلبس أقنعة الشغل وبيحضروا الأسلحة بتاعتهم وبينزلوا من العربية علشان يروحوا للبيت يهجموا عليه، إلا أول ما بيدخلوا بدأوا يضربوا نار على اللي موجودين وبيقتلوا واحد وبيضربوا ستيانا على دماغه. ولما بتطلع ناتالا وبتشوف اللي بيحصل بتجري بسرعة تدخل الأوضة وبتقفل الباب وبتنزل تحت السرير وهي ميتة من الخوف، وبتحاول تتصل على جيمس مرة تانية وأخيرا بيرد عليه، بس للأسف الشبكة كانت وحشة جدا وما كانش سامع منها حاجة، فبتبعت له رسالة بتقوله فيها إن في رجالة غريبة في البيت وعمالين يقتلوا في اللي موجودين وإنه لازم يرجع حالا. في اللحظة دي بيدخل دومينيك الأوضة علشان يدور على الفلوس، وناتالا كانت لسه فاتحة الرسالة وكل حاجة كانت لسه بتتسجل، ومن كتر خوفها بيحس بيها دومينيك وبيسحبها من تحت السرير وهي كانت عمالة بتقاوم بس للأسف ما كانتش قادرة عليه. في الوقت ده أخيرا جيمس كان وصل لمكان فيه شبكة وبتوصل له الرسالة بتاعت بنته وبيسمعها، بس بيكون مفكر ان الهلاوس بدأت ترجع له مرة تانية، علشان كده بيخلي مراته تسمع الرسالة وبيقولها شوفي كده الكلام ده حقيقي ولا هلاوس، بس لما بتسمعها بتعرف ان بنتها في خطر وبتعرفه ان الرسالة حقيقية، وعلى طول بيقول لها اركني وانزلي انا اسوق، وبيلف وبيرجع للبيت بتاعه مرة تانية بأقصى سرعة. وبنرجع للعصابة مرة تانية اللي كانوا في قمة سعادتهم علشان لقوا الفلوس اللي بيدوروا عليها، بس بيجمعوا الزعيم
بتاعهم وبيعرفهم ان الفلوس ناقصة حوالي 100,000 وكمان الخاتم اللي جوني وصانا عليه. بس دومينيك بيقول له خاتم ايه وبتاع ايه، الفلوس اللي لقيناها حلوة قوي بالصلاة على النبي. بس بيعرفوا الزعيم ان الخاتم ده هو الذكرى الوحيدة اللي باقية من ريحة مراته اللي ماتت وهو في السجن. وهنا واحد اسمه ماسيو اخو جوني بيروح لجيني وبيسألها عن مكان ال100,000 اللي ناقصه، بس هي بتعرفه انها ما صرفتش غير مبلغ صغير جدا وما تعرفش حاجة عن الفلوس اللي ناقصه. وهنا كان الزعيم ابتدى يكسر في الحيطة ولقى كمان جزء من الفلوس اللي ناقصه. وفي الوقت ده كان ستيان بيحاول يفك نفسه وبيعرف فعلا انه يفك ايه، وفي لحظة بيهجم على ماسيو وبيفضل يخبط دماغه في الارض لحد ما بيخلص عليه. بس مفيش دقيقة وبيشوفوا الزعيم وبيديله ضربة قوية جدا بتفقده الوعي، وعلى طول بيتصل بجوني وبيعرفوا ان اخوه الصغير مات، فبيتجنن من اللي سمعه وعلى طول بيروح يجيب رجالة من تاني وبيقرر انه يرجع لجوني بتاع زمان، وبيقرر يروح علشان ينتقم من موت اخوه. وبيوصل للبيت وبيدخل، ولما بيشوف جثة اخوه بيغطيه بالجاكيت بتاعه وبيطلع السكينة اللي كانت معاه وبيفضل يطعن ستيان اكتر من طعنة بكل وحشية لحد ما بيخلص عليه. وبياخد منه التليفون وبيتصل على جيمس اللي بيهدده وبيقول له ان لو حد منكم مس بناتي انا هوديه في داهية. بس جوني كان بني ادم عنيد وما بيخافش وقال له لا انا ما بخافش. فبيقول له جيمس خد بعضك وامشي وانا مش هعمل مشاكل مع حد، بس سيب بناتي في حالهم. بس جوني برضو كان منشف دماغه وبيقول له لا انا مستنيك وتعالى كده وريني نفسك ونشوف مين اللي هيموت التاني. في الوقت ده كانت مرات جيمس مرعوبة على بناتها، بس بيطمنها جيمس وبيقول لها ما تقلقيش انا هعرف اتعامل معاهم كويس. وبيسألها عن مكان المسدس اللي أخدته منه، بس بتقول له للأسف أنا اتخلصت منه. وبنرجع لجوني اللي كان موجه المسدس على ناتالا وبيسألها عن مكان الصندوق اللي فاضي، فبتطلع له الصندوق وأخيرا جوني بيلاقي الخاتم بتاع مراته. في الوقت ده كان جيمس وصل للبيت وبيعرف مراته انه هيدخل من الباب الخلفي بتاع البيت وبيقول لها خليكي انتي في العربيه. كان في الوقت ده في 2 من العصابه بره البيت، بيتمكن جيمس انه يسحب واحد تحت العربيه وبيخلص عليه، ولما التاني بيسمع صوت وبيجي يشوف فيه ايه بيقدر جيمس انه يقتله هو كمان، وبياخد منهم السلاح وقتل كل الرجاله اللي كانت بره البيت لحد ما بيجي واحد يهجم عليه من ظهره بس بيتفادى ضربته وبيوقعه على الارض وبيخلص عليه هو كمان. في الوقت ده دومينيك كان بيقول للزعيم بتاعهم انه عاوز يخرج يطمن على الرجاله اللي بره البيت، قلبه حاسس تقريبا باللي بيحصل. في الوقت ده بيجي رساله لجيمس من مراته، ولما بيبص في التليفون بيقدر واحد من العصابه انه يهجم عليه وبيوقع منه المسدس، بس على مين؟ بيقدر جيمس انه يتمكن منه وبيكسر رقبته وبيموته هو كمان. في الوقت ده كان دومينيك خرج بره البيت وبيتصدم لما بيلاقي كل الرجاله اللي معاهم ماتوا، وبيدخل بسرعه يعرفهم، وعلى طول جوني بيتصل على الضابط الفاسد اللي متفق معاه وبيطلب منه انه يجي يساعد. بنرجع لجيمس اللي قدر انه يدخل البيت وبيلاقي جيني مرعوبه جدا وبيعرف منها ان اختها لسه فوق، بس بيطمنها وبيقول لها تخرج بسرعه بره البيت وهتلاقي امها مستنياها في العربيه. وكان زعيم العصابه واقف مستني جيمس يقرب علشان يهجم عليه، بس جيمس كان شايف خياله على الارض، واول ما بيقرب بيهجم على جيمس، بس بيقدر جيمس بحركه واحده انه يوقعه على الارض وبيديله رصاصه في دماغه بيخلص عليه في الحال. ولما جوني بيعرف بيولع سيجاره كده وبكل هدوء بيقول لهم يلا بينا نخلص على جيمس وناخد الفلوس ونهرب. فبينزل اول واحد وبيفضل جيمس يضرب عليه نار، بس للاسف ولا طلقه بتيجي فيه، وكمان المسدس بتاعه بيخلص، فبيضطر يدخل معاه في قتال مباشر من غير اسلحه. بس كان المجرم ده قوي جدا، بس جيمس ما كانش سهل برضه وقدر انه يدافع عن نفسه، وكمان بيقدر يتمكن منه وقتله بضربه قويه. وبنروح بقى لدومينيك اللي اول ما دخل ولقى الجماعه مقتولين اترعب من الخوف، بس فجاه بيجيله جيمس من ظهره وبيخنقه من رقبته وبياخد منه السلاح واداله طلقه في راسه جابت اجله. وبيطلع فوق بقى علشان يشوف بنته اللي فاضله، بس اول ما بيدخل بيتفاجئ بواحد اخدها كرهينه وبيهدد جيمس، بس هنا جيمس شاف الهلاوس مره تانيه وافتكر البنات اللي قتلها، بس فجاه بيضرب المجرم برصاصه في دماغه جابت اجله في ثواني. بس بنته كانت في حاله من الصدمه من الموقف المرعب اللي كانت فيه ده، بس بيهديها وبيقول لها انها لازم تبقى قويه، وبيقول لها تخرج بره بسرعه وهتلاقي مامتها واختها مستنيينها في العربيه. بعد كده بقى مش بيتبقى غير المعلم جوني، وبيروح له جيمس وبيعمل معاه اتفاق وبيقول له كده تعالى واجهني راجل لراجل من غير سلاح، وبيقول له انا داخل لك اهو من غير سلاح،
بس دي كانت خطة ذكية من جيمس، وبيدخل المجرم مكانه وجوني بيخلص الرصاص اللي في المسدس بتاعه عليه. وعلى الرغم ان جيمس معاه سلاح بس بيرميه هو كمان وبيدخل مع جوني في قتال، ومع ان جوني كان جته كده ويبان انه قوي، بس الكلام ده كله كان على الفاضي. وبيديله جيمس كام ضربة كده على رجل بيطيره في الهوا، وبينزل جيمس فيه ضرب علشان ينتقم منه في موت صاحبه واللي حصل لبناته، ولسه جاي يديله الحركة بتاعته ويكسره له رقبته، بس بيوصل الضابط المرتشي وبيوجه السلاح على جيمس. بس جيمس بيقول له انا عارف انك مش جاي علشان جوني، وخصوصا انك عرفت ان الكل خلاص مات، وكمان لو قتلتني هيتم التحقيق معاك، فايه رايك نقسم الفلوس والموضوع يبان انه عمليه صد وانت جيت انقذتني. فبيوافق الشرطي الفاسد وبيضرب جوني بالنار، بس بتدخل مرات جيمس وبتضرب الشرطي بالنار وبتخلص عليه، وبعديها بتوصل الشرطه الحمد لله على السلامه والله. وكده تم انقاذ عيله جيمس كلها بامان، وبيخلص الفيلم على كده. بيبدأ فيلمنا مع راجل عجوز وحفيدته، وبيبقى رايح يشتري لها عجلة كهدية بمناسبة الكريسماس، بس البنت مش بيعجبها اللون الأحمر، فبتقول لجدها إنهم ممكن يستنوا لحد ما يبقى موجود اللون الأزرق. فجدها بيقول لها لسه بدري على الكريسماس ومفيش حاجة مضمونة يا بنتي اليومين دول، بس بترفض البنت برضه، فبياخدوا بعضهم وبيمشوا. وصاحب المحل بيتصل على شخص كده وبيقوله انه محتاج عجلة لونها ازرق من السوق السوداء. وبنروح للدنمارك عند محطة القطر، وبنشوف 2 رجالة نازلين من العربية قدام عجلة زرقاء، وكسروا القفل بتاعها واخدوها معاهم في العربية ومشوا. وبنعرف ان العجلة دي بتاعت بنت اسمها ماتيلدا. بنروح بعد كده لشخص اسمه ماركوس، وبنعرف انه جندي في الجيش الامريكي وبيخدم في دولة افغانستان، وبتتصل عليه مراته ايما وبتعرفه ان العجلة الزرقاء بتاعت بنتهم اتسرقت من محطة القطر، وكمان العربية بتاعتهم متعطلة. بس هو بيعرفها انه حاليا مش هيعرف يعمل حاجة علشان القيادات طلبت منه انه هيستنى في افغانستان لمدة 3 شهور. فبتقرر ايما انها تاخد ماتيلدا ويروحوا يدوروا بنفسهم عند محطة القطر. بنروح بعد كده ل2 اسمهم اوتو ولينارد، اللي كانوا بيقدموا خوارزمية معينة كده قدام مجلس الإدارة في الشركة اللي هم فيها، وبتكون الخوارزمية دي عبارة عن دراسة جدوى بتتوقع مبيعات السيارات في المستقبل علشان يقدروا يسيطروا في المنافسة مع الشركات التانية. بس أعضاء مجلس الإدارة مش بيقتنعوا بالفكرة بتاعتهم، وبيعرفوهم إنهم ضيعوا وقتهم ومجهودهم على الفاضي، وكمان بيرفدوهم من الشركة. وبيرجع أوتو علشان يلم حاجته وبعد كده بيمشي، بس وهو مروح في القطر بيشوف واحد كده شكله غريب وبيبقى عنده وشم في وشه، بس اوتو مش بيهتم بيه. بس بعد شوية بيشوف كمان واحد تاني وهو بيرمي الاكل بتاعه في صندوق النفايات، وبعد كده بينزل من القطر. وبعديها بشوية بيشوف ايما وماتيلدا وهم واقفين، فبيقوم من مكانه وبيقعدهم علشان القطر ساعتها كان زحمة. بس بعد شوية القطر بينفجر بعد ما بيخبط في قطر تاني، وبيحصل انفجار كبير جدا. وبعد شوية بيفوق اوتو وبيفضل يبص حواليه وبيلاقي ان الدنيا كلها اتدمرت، وبعد كده بيتحول للمستشفى. بنروح لماركوس اللي بيتصدم اول ما بيعرف خبر ان مراته توفت في حادثة قطر، بس بنته لسه عايشة بس حالتها النفسية وحشة جدا بسبب اللي حصل، وبتتلغي المهمة بتاعته بشكل استثنائي بسبب اللي حصل علشان يرجع يحضر الجنازة بتاعت مراته. وبنرجع لأوتو اللي بيكون خلاص خارج من المستشفى، وبيشوف ماتيلدا وهو مروح وبيبقى باين انها متأثرة جدا بسبب اللي حصل لها. بعد كده بيروح بيته وبيشوف في الأخبار إن الحادثة اللي حصلت الحكومة صنفتها إنها حادثة عادية وغير مقصودة، وبيعرف كمان إن في 11 شخص ماتوا في الحادثة، وبيبقى من ضمنهم الشخص الغريب اللي أوتو شافه في القطر. وبيوضحوا إن الشخص ده كان عضو في عصابة سرقة الدراجات، وكان معاه المحامي ورايحين للمحكمة علشان يشهدوا على عصابته القديمة، وكان زعيم العصابة دي اسمه كيرت. وبيشك أوتو في الحادثة وبيبقى عنده إحساس إنها حادثة مدبرة، فبيروح ل2 من المسؤولين في الشرطة وبيعرفهم إنه عمل إحصائيات كده عن الحادثة، والمعلومات اللي قدر يعرفها بتأكد إن الحادثة دي كانت مقصودة. بس المسؤولين مش بيصدقوا كلامه وبيفكروا إن كل اللي وصله ده بسبب الصدمة اللي حصلت له. وبنرجع لماركوس اللي كان خلاص وصل وبيروح على طول لبنته في المستشفى وبياخدها في حضنه وبيحاول يطمنها، وبيتكلم مع الدكتورة اللي بتعرفه إنه بنته عندها حالة صدمة شديدة بس ما تقلقش يعني هتروح مع الوقت. وبيطلب منها إنه يروح يشوف مراته لآخر مرة، وبيروح يزورها وبيودعها وهو بيكون حزين جدا. بنروح بعد كده لأوتو اللي بيقابل صاحبه لينارد
وبيتكلم معاه في الاحصائيات اللي عملها بخصوص الحادثه اللي من خلالها اتاكد ان الحادثه دي بفعل فاعل. بس المشكله انه مش معاه اي دليل ياكد الكلام اللي بيقوله ده، علشان كده بيطلب من لينارد انهم يحاولوا يخترقوا النظام بتاع الجيم اللي كان شغال فيه يوهان اللي هو الراجل ابو وشم، وده بعد ما عرف انه كان بيروح كل يوم في نفس الميعاد. ولو عرفوا يثبتوا ان يوهان كان بيركب كل يوم في نفس المكان وهو مروح، فده هيأكد شكوكهم، وانه تم استهدافه من عصابته القديمه علشان ما يروحش يشهد على الزعيم بتاعهم في المحكمه. فبيقتنع لينارد بكلامه وبيوافقوا في اللي هو عاوز يعمله. بنروح بعد كده لماركوس وهو وماتيلدا وهم في جنازه ايما، ولما بيروحوا بتكون ماتيلدا منهاره وبتسأل باباها اذا كانت الحادثه دي طبيعيه ولا مدبره، بس ماركوس بيهديها وبيعرفها ان الحادثه حصلت خلاص، وبعد كده ياخدها علشان تنام. في نفس الوقت بيجيله اوتو ولينارد وبيعرفوا اوتو بنفسه وانه كان مع مراته في القطر ساعة الحادثة، وانه عمل شوية احصائيات كده اتأكد منها ان الحادثة دي مدبرة، وان العصابة بتاعة الدراجات عملت كده علشان يموتوا يوهان علشان ما يشهدش على الزعيم بتاعهم في المحكمة. وبيدخلوا معاه وبيوري له الادلة والصور اللي جمعها اللي بتبين ان يوهان كان كل يوم وهو مروح بيركب في نفس المكان في القطر، وكمان بيحكي له عن الشخص اللي شافه بيرمي الاكل في صندوق النفايات، وبتكون الكاميرات صورته قبلها بيوم في المحطة بتاعة القطر، ومن السهل بالنسبة له انه يوصل القطر بتاع البضايع اللي عمل الحادثة مع القطر اللي كانوا راكبين فيه، وانهم لو قدروا يوصلوا للشخص ده هيعرفوا اكيد ايه اللي حصل بالظبط. بس عشان يوصلوا المعلومات عنه هيحتاجوا مساعدة من شخص كده اسمه أولف، وده عنده برامج وحاجات كده متخصص فيها بتعرفوا كل المعلومات عن الشخص من الصورة بتاعت وشه. وتاني يوم الصبح بتكون ماتيلدا عند دكتورة نفسية علشان تساعدها تعدي المرحلة الصعبة اللي عندها وترجع تعيش حياتها زي الأول. وبيروح لهم ماركوس وبتقول له الدكتورة إنها تتابع معاهم بشكل شخصي علشان تساعدهم إنهم يعدوا الحالة اللي هم فيها، بس ماركوس بيرفض وبيقول انهم لو احتاجوها هيبقوا يرجعوا لها مره تانية. وبالليل بترجع ماتيلدا مع صاحبها وبيطلع لها ماركوس وبيزعق لها علشان رجع متاخر، وكمان ما كانتش بترد على التليفون بتاعها. بس صاحبها بيقول له لو سمحت يا عمي على فكره انت ما ينفعش تتكلم معاها بالطريقه دي، فبيقول له كده كلمه في وشه بتورم له عينه وبيسيبه وبيدخل. وبنته كانت متضايقه جدا من اللي حصل، ولما بيدخل وراها بيحاول يعتذر لها، بس ماتيلدا كانت اخده على خاطرها شويه ومش عاوزه تتكلم معاه، ضرب صاحبها برضه يعني في وشه. بنرجع بقى لاوتو ولينارد اللي كانوا وصلوا لصاحبهم أولف وبيدوا له الصوره بتاعت الراجل اللي رمى الاكل في القطر ونزل قبل الانفجار على طول، وبيقولوا له انهم محتاجين يعرفوا شويه معلومات عنه كده. وبيدور أولف شويه وبعد كده بيوصل لشويه معلومات وبيعرفهم انه اسمه بيل وشغال مهندس كهرباء في تصليح القطارات، وكمان اخو كيرت زعيم عصابه الدراجات. ولما بيخلصوا بيطلعوا على طول على بيت ماركوس وبيعرفوه كل المعلومات اللي وصلوا لها، فبيقرروا انهم يروحوا بيته علشان يعرفوا منه كل اللي حصل. وبيروح ماركوس لماتيلدا وبيقول لها انها تعزم صاحبها علشان يجي يتعشى معاهم يعني ويرضيه كده. وفي الطريق بيعرفهم وولف ان بيل ده شخص خطر جدا وعنده قضايا سرقه وعنف، والسجل الاجرامي بتاعه حلو يعني وتقيل كده، وبيقول لهم كده علشان ياخدوا بالهم وهم بيتعاملوا معاه. وبيوصلوا وبيخبطوا على الراجل اللي اول ما بيفتح لهم وبيسمع سيره حادثه القطر بيطلع المسدس بتاعه وبيهددهم لو جم هنا مره تانية هيقتلهم كلهم. فبياخدوا بعضهم وبيرجعوا على العربية، بس بيلف ماركوس فجأة وبيخبط عليه تاني ولسه بيفتح، بيهجم عليه ماركوس وبيخنقه لحد ما بيخلص عليه. وساعتها بيتصدم اوتو من اللي حصل وبيدخلوا البيت علشان يتخلصوا من اي دليل يدلهم. وساعتها بيشوفوا واحد كده مربوط بس بيسيبوه وبيمشوا. وبيرجع ماركوس على البيت وبيكون وصل صاحب ماتيلدا وبيحاول يعني يصلح شوية اللي عمله وبيعتذر له عن اللي حصل. فماتيلدا وصاحبها بيتكلموا معاه وبيحاولوا يقنعوه انه يروح للدكتورة النفسية علشان العصبية والحالة السيئة اللي بقت عنده، بس ماركوس بيرفض وبيعرفهم انه مستحيل يروح للدكتورة مهما حصل. وبيخلصوا قعدتهم وبالليل بيشوف ماركوس في الاخبار ان كيرت زعيم العصابة بتاعة الدراجات اتحكم له بالبراءة، وده علشان الشاهد الوحيد في القضية بتاعته مات في حادثة القطر. وبيبقى كيرت سعيد انه اخد براءة، والصحفيين بيستغربوا ان اخوه لسه ميت وهو فرحان كده، فبيقول لهم ان اخوه لو كان عايش كان هيفرح هو كمان. تحبوش تفرحوا ولا ايه يا جماعه؟ وتاني يوم بيجمع ماركوس اوتو ولينارد وأولف وبيطلب منهم انهم يجمعوا كل المعلومات اللي يعرفوا يجيبوها تخص العصابه بتاعت كيرت، وكمان يعرفوا كل الجرائم اللي عملوها من اول ما ابتدوا لحد وقتنا هذا. ولما بيسالوا اوتو عن السبب بيعرفوا ماركوس انه قرر ينتقم من العصابه دي بسبب موت مراته.
فبيوافقوا كلهم، بس بيعرفوا اوتو انه هيساعده في اي حاجه الا موضوع القتل، وبيخرجوا كلهم. وبتبقى ماتيلدا لسه واصله وبتتعرف على اوتو اللي كان معاها في القطر اول ما بتشوفه، فبتستغرب من وجوده في بيتهم وبتسال ايه العلاقه اللي بينه وبين ابوها. وبيتوتر ماركوس ومش بيبقى عارف يقول لها ايه، بس بيلحق لينارد الموقف وبيعرفها انهم دكاتره نفسيين وجايين علشان يتابعوا مع ابوها. فبتفرح ماتيلدا علشان اخيرا ابوها سمع الكلام وقرر انه يتعالج، وبيعرض عليها لينارد انه يتابع معاها هي كمان علشان ده جزء من التخصص بتاعه في دراسته. وفي نفس الوقت كان كيرت جاب الشخص اللي كان مع اخوه في البيت وبيكون رابطه وبيسأله لو كان قال اي حاجة للشرطة، فبيأكد له انه ما قالش اي حاجة. فبيسأله كيرت لو كان شاف الناس اللي عملت كده في اخوه، بس بيقوله انه ما شافش منهم ولا واحد، بس سمعهم ساعتها وهما بينادوا على واحد اسمه أولف. وبنرجع لأولف اللي كان متعصب من جهاز الكمبيوتر اللي جابه له ماركوس علشان ما كانش عارف يشتغل عليه ولا يطلع من خلاله اي معلومات عن افراد العصابة. فبيقرروا انهم يروحوا لبيت وولف علشان يجيب الجهاز بتاعه من هناك ويشتغل عليه. ولما بيوصلوا البيت بتاعه بيتفاجئوا ان افراد العصابة مستنياهم هناك، واول ما بيشوفوهم بيفضلوا يضربوا عليهم نار، بس بيقدروا انهم يستخبوا منهم ورا عربية. وبيقدر ماركوس ان يهجم على واحد وبيقدر يخلص عليه، وبياخد منه السلاح وبيهجم على باقي العصابة وبيخلص عليهم كلهم. ومش بيتبقى غير بوداشكا، وكان ماركوس هيقتله خلاص، بس لينارد بيمنعه على اخر لحظة وبيأكد له انه ملوش علاقة بافراد العصابة. ده كان عند الراجل يعني، كان مربوط كمان، يعني الله اعلم كان مربوط ليه. فبيقرروا انهم ياخدوه معاهم، وفي الطريق بيطمنوا لينارد وبيعرفوا انهم مش هيعملوا له حاجه ولا هيأذوه، وبيفكوا له الكلبشات، بس بياخد ماركوس تليفونه وبيرميه من الشباك، وده علشان ما حدش يقدر يوصل لهم عن طريقه. وبيقرر ماركوس انه ياخدهم معاه لبيته علشان يستخبوا هناك بعيد عن العصابه. وساعتها بيعرف وولف انه خلاص يعني هيشتغل بجهاز الكمبيوتر ده، بس بيطلب منه انه يعلمهم ضرب النار واستخدام السلاح علشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم لو حصل هجوم مرة تانية. فبيوافق ماركوس وبيطلب منه يجيب له كل المعلومات اللي يقدر يجيبها، وخصوصا كيرت زعيم العصابة. تاني يوم بيكون أولف قدر يجيب المعلومات كلها، وبيعرفوا من العصابة دي مكونة من 22 شخص من صفوة المجرمين، كلهم عليهم احكام قضايا سرقة واجرام وقتل ومخدرات، وفي اللي عليهم احكام بالاعدام وهربانين من الشرطة. وكمان قدر يخترق تليفوناتهم وبيراقبهم طول الوقت. ولما بيسألوا عن كيرت بيعرفوا انه مش بيبقى لوحده، وبيبقى اكتر الوقت حواليه 10 اشخاص مسلحين علشان يحموه. فبيطلب منه يعرفوا لما العدد اللي حواليه يقل شوية علشان يقدر يروح ويخلص عليه بسهولة. وبياخدهم بعد كده وبيبدأ يعلمهم استخدام السلاح، وبيلاحظ ان أولف بيستخدم السلاح بطريقة كويسة جدا، وكمان بيعجب بمهارته العالية وسرعته في استخدام السلاح. في الناحية التانية بيكون كيرت قاعد مع رجالته وبيوريهم صور رجالة ماركوس، وبيطلب منهم انهم يوصلوا لهم بأي طريقة. وبنرجع لأولف اللي بيكون قاعد مع ماركوس وبيقول له انه هو بيتجسس على تليفونات العصابة، عرف ان في 7 اشخاص منهم هيتجمعوا في مطعم انتروني، وبيعرفوا ان ممكن كيرت يروح للمطعم في حدود الساعة 7 كده، وبيقول له انهم ممكن يروحوا معاه يعني علشان يساعدوه. وفعلا بيقعدوا يتفقوا على الخطة اللي هيستخدموها في الهجوم على العصابة، وبيبدأوا يجهزوا نفسهم للعملية وبيركبوا العربية. بس في الطريق بيتكلم اوتو مع ماركوس وبيقول له انت ما ينفعش تكلم بنتك بالطريقه دي، ولازم تتكلم معاه باسلوب احسن من كده. بيبقى كمان معترض على فكره القتل واستخدام السلاح ومش عارفين ايه، بس ماركوس بيتضايق من كلامه وبيضربه باليد وبيفقد الوعي في ساعتها، وكمان بيرميه من العربيه وبيكمل طريقه. بس لينارد بيتكلم مع ماركوس وبيقول له انه ما يزعلش يعني من اوتو وكده، وبيحاول يهدي الدنيا شويه. المهم بيوصلوا بعد كده للمكان وبتوصل عربيه العصابه، ولما بيشوفهم ماركوس بيبدا يضرب عليهم نار وبيموتهم كلهم، ومش بيتبقى غير واحد بس. أولف بقى مش بيقدر يقتله علشان دي المره الاولى اللي بيستخدم فيها السلاح، بس بيجي ماركوس وبيخلص الكلام على طول. وبيرجعوا تاني للبيت، وفي الطريق بيعدوا على اوتو وبياخدوهم معاهم وهم ماشيين. وتاني يوم بيبقى في واحد من افراد العصابه اسمه نوح، وبتجيله بنته بتقوله انها شافت واحد بمواصفات الشخص اللي هم بيدوروا عليه، وبتوريله فيديو كده بيكون على الانستجرام بيكون فيه اوتو وماتيلدا، وبيكون صاحب ماتيلدا هو اللي رافع الفيديو ده. وبيقدروا من خلال الفيديو انهم يعرفوا مكان سايروس اللي هو صاحب ماتيلدا. بنروح بقى لبوداشكا وهو قاعد يتكلم مع لينارد، وبيعرفوا انه كان مع بيل في المانيا قبل الحادثه بكام يوم، ورجعوا اصلا بعد ما الحادثه حصلت.
فبيتصدم لينارد من اللي بيسمعه، لان ده لو حقيقي يبقى كده اللي كان موجود في القطر مش بيل اصلا، وكده احتمال كبير ان الحادثه تكون غير مقصوده فعلا. ولما بيعرف ماركوس اللي حصل بيدخل في حاله نفسيه وحشه جدا وبينهار، وبيفضل يخبط دماغه في المرايه لحد ما بيقع على الارض. وبيعمل كل ده علشان قتل ناس كتيره جدا ملهاش ذنب. بيدخل اوتو علشان يشوفه، بيلاقيه واقع على الارض وبينزف، وبيكون في حاله نفسيه سيئه جدا. وبعد شويه لما بيهدى ماركوس بيتكلم معاه اوتو وبيقول له انه لازم يروح يتابع مع دكتور نفسي علشان يتعالج من الحاله السيئه اللي وصل لها بعد فقدان مراته. وبيحكي له اوتو عن الحادثه اللي حصلت له قبل كده اللي فقد فيها بنته الوحيده، وبيبقى بيلوم نفسه وحاسس بالذنب، وبيقول انه هو اللي ما كانش مركز وهو سايق، علشان كده دخل في عربيه تانية وبنته ماتت على طول. وبيقول ان هو يتمنى انه يكون مكانه علشان يقرب من بنته ويحسسها بالامان. وبيعتذر له ماركوس علشان ضربه في العربيه ورماه في الطريق. وبروح لسايروس اللي بيكون مروح، بس بيلاقي قدامه عصابه كيرت وبيكونوا عرفوا مكانه عن طريق الفيديو اللي كان منزله على الانستجرام. بيفضلوا يضربوه علشان يعترف على مكان ماركوس واللي معاه، وفي الاخر بيضطر يقول لهم على مكانهم. وبنرجع لماركوس اللي بيلاحظ عربيات كده شكلها غريب بتقرب على بيته، ولسه هيقوم علشان يحذر المجموعة اللي معاه، بيكونوا للأسف وصلوا وبدأوا يضربوا نار عليهم بكمية كبيرة جدا. وبيجري ماركوس على بنته وبيقول لها تروح تستخبى بسرعة في الأوضة بتاعتها، بس للأسف بيتصاب ماركوس ولينارد وأوتو، بس الإصابات ما كانتش جامدة يعني. وبيطلب ماركوس من اوتو انه يروح بسرعه يجيب شنطه الاسلحه من المخزن. في نفس الوقت بتكون العصابه اقتحمت البيت، بس ماركوس بيهجم على واحد منهم وبيقدر ياخد منه السلاح وبيقتله، وبيبدا يخلص على اي حد يشوفه قدامه. بس بيقدر واحد من افراد العصابه انه يوصل لماتيلدا وبياخدها كرهينه، وبيطلعوا بره البيت. وبينده كيرت على ماركوس، ولما بيطلع له بيتفاجئ انه معاه بنته وسايروس، وبيهدده انه لو ما طلعش من البيت هيموت بنته على طول. فبيضطر ماركوس انه يخرج من البيت وبيرمي السلاح بتاعه على الارض وبيسلم نفسه. على طول بيوجه افراد العصابة كلها الاسلحة بتاعتهم عليه، وبيكونوا خلاص كانوا هيقتلوه. بس في الوقت المناسب بتوصل المجموعة اللي تبع ماركوس وبيضربوا نار على كل افراد العصابة، وبيقدروا انهم يخلصوا عليهم كلهم. ومش بتبقى غير كيرت اللي بيسأل ماركوس عن السبب اللي بيخليه يطارد العصابة بتاعته وعاوز يقتلهم كده على طول. بس اول ما بيخلص كلامه بيوجه ماركوس عليه السلاح وبيضربه بالنار وبيخلص عليه في الحال. وبيجري على بنته وبيطمن عليها، بس للاسف بتكون اتصابت برصاصة في دراعها اثناء المعركة. وبعد فترة بنشوف ماركوس وهو متجمع مع المجموعة كلها في بيته وبيحتفلوا بالكريسماس مع بعض، وده بعد ما قرروا انهم يبقوا عيلة واحدة. وبيحتفلوا كلهم مع بعض، وبيجيب ماركوس عجلة حمراء جديدة لبنته بدل اللي اتسرقت، والجد كمان عرف يجيب لحفيدته عجلة زرقاء زي اللي كانت بتتمناها. وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة علشان عاوزين نوصل ل10,000 مشترك في اقرب وقت. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.